ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. فيديو النهارده يا حبايبي هنعمل مع بعض بسكويت اللانجاشير، ودي هيكون اخر فيديو ليا في مخبوزات العيد. هكون اخر فيديو نزلته لكم، لان انا كل يوم بنزل لكم فيديو من الايام اللي فاتت. لحاجات العيد عملنا مع بعض البسكويت والبيتيفور والكحك الناعم والغريبه، والنهارده هنعمل بسكويت اللانجاشير ان شاء الله مع بعض. ندخل في المجادير، بس قبل ما ادخل في المجادير واقول لكم عليها واقول لكم الطريقه. اللي مش مشترك في القناه اول مره يشوف فيديو لينا يشترك، واللي يشترك جديد يفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واختاروا اختيار الكل. وبرضه حابه اشكر تاني وتالت ومليون المشتركين عندي جداد، وحابه اشكركم على كلامكم الحلو اللي بتكتبوه، وعندي امل كبير في ربنا ان القناه تكبر بيكم. وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب. نبدا مع بعضنا كل كده في حشد العيد. المقدار بسكويت اللانجاشير، المقدار بطيان للبطيان، كوبايه سكر وكوبايه سمن، نص كوبايه نشا، ذره ملح صغيره، نص معلقه شاي بيكنج باودر، ونص معلقه فانيليا سائل. انا بفضل الفانيليا السائله اكتر لان شديده، ريحتها وطعمها شديد اكتر من الفانيليا البودره. دلوقتي انا هعمل مقدار معاكم 6 بيضات. 6 بيضات اللي هستعملهم، هستعمل لهم 3 كوبايات سمن، لان انا زي ما قلت لكم ان البطين كوبايه سمن وكوبايه سكر. هستعمل ال6 بيضات 3 كوبايات. جربي ماسي كده. هات معايا 3 كوبايات سمن عشان انا معايا 6 بيضات اهو. معايا البيض الوسط ده، البيض برضه بتاع البيت يعني ضمناه، عشان كده هكسر معاكم على طول. ده ل6 بيضات. معايا 3 كوبايات سمن، معانا الفانيليا، معانا ذره ملح، معايا 3 كوبايات سكر. طبعا السكر يكون ناعم، ويعني انا ده فرماه في البيت بصراحه ناعم، وبرده لازم تغربلوه تاني بمصفايه عشان لو في اي حبه خشنه تطلع منه. ومعانا البيكنج باودر. اول حاجه مع بعض هنبدا فيها نضرب البياض مع السمن مع السكر زيه زي الغريب، فاهمين؟ اه يا حبايبي، هنفضل 3 كوبايات سمن. السمن بدرجه حراره الغرفه عادي يعني. بصوا انا حاطاه في المطبخ كده، ولا ثلاجه ولا غيره. ده بس نضربه من احنا نفكهم مش اكتر، مش زي الغريب عايزين السمن يكون جوز جو. ماشي. المقدار اللي هتكايل الكوبايه اللي هتكايل بيها السمن هي اللي تكايل بيها السكر، عشان يطلع معاك المقدار مظبوط. سواء كانت كوبايه كبيره او صغيره، نفس المقدار الكوبايه. هنا دي تاني كوبايه معايا اهي. شايفين انتوا ملاحظين يعني ان السمن مش جالس جو اهو. وبرده البيض ما يكونش ساقع يا حبايبي، عشان ما يفسدش معاكم من البيكنج باودر وما يتنش معاكم. لكل بطيان زي ما قلت لكم كوبايه سمن وكوبايه سكر ونص كوبايه نشا، وكوبايتين دقيق. ماشي. انا كده حطيت كوبايتين سمن عشان انا هعمل ب6 بيضات. ادي الكوبايه الثالثه اهو. ادي كده معانا 3 كوبايات سمنه. هاخد برضو 3 كوبايات سكر بنفس الكوبايه اهو. ادي اول كوبايه سكر يا حبايبي، سكر بودره. ادي الكوبايه الثانيه كده، 3 كوبايات سمنه وكوبايتين سكر. وادي الكوبايه الثالثه. ادي 3 كوبايه سكر. كده بقى هضربهم في بعض عشان الصوت بس. هضربهم خالص لحد ما يبقوا زي الكريمه. ماشي. وبعد كده ارجع لكم تاني عشان الصوت. كده يا حبايبي ضربنا السمنه والسكر. بصوا بيجي زي الريم. شايفين ده القوام اللي احنا عايزينه. انا مش عايزاها تفتحها قوي عشان بس تدينا الشكل الحلو برده، واللون اللي يبقى كويس خالص بعد ما نضيف البيض. بعد ما نضرب السكر كويس مع السمنه، هنضيف بيضه يا حبايبي، واحده واحده. ونضرب بعد ما تختفي نحط البيضه التاني، وهكذا لحد ما نخلص البيض كله. ادي اول بيضه معاكم اهو. هضربها وبعد ما تختفي ارجع احط بيضه تاني اهو كده لحد ما نخلص العدد البيض كله معانا. اهو كده ضربنا اول بيضه لحد ما تختفي معانا، ما يكونش ليها اثر خالص.
وادي تاني بيضه. كده هنحط 3 بيضة، ونفس الخطوة لحد ما البيض كله يخلص. اخلص البيض كله وارجع لكم. كده يا حبايبي ضربنا البيض والسكر والسمنه مع بعض، ومع اخر بيضه هحطها دي كده البيضه السادسه اللي هضيفها، دي اخر بيضه هضيف معاها معلقه فانيليا سايله. انا قلت لكم قبل كده انا لما افضل 100 مره الفانيليا السايله على اي فانيليا تاني على حسب النوع. دي ريحتها افضل واشد بصراحه، وما تخلي الحاجه ريحتها حلوه خالص مع بعض. هي كده هنضربهم برده مع بعض لحد ما البيضه تختفي، وبعد كده هرجع لكم تاني اقول لكم عاملين. كده خلصنا كده يا حبايبي، خلصنا ضرب البيض كله مع الفانيليا مع السمن والسكر. وكده هنزل اول حاجه بكوبايه واحده من النشا. انا معايا كوبايتين، هو كل بطين هتحطي هتضيفي نص كوبايه نشا لكل بطين، نص كوبايه نشا وكوبايه سمن وكوبايه سكر وكوبايتين دقيق. ماشي. انا عامله طبعا مقدار كبير 6 بيضات مع بعض، فهضيف المفروض كوبايه ونص نشا لكل بطين، نص كوبايه. بس انا كان عندي يعني شويه فدار كده وقلت احطهم بالمره، مش هيضروا يعني لو كتر ولا قل مش هيضروا في حاجه. حطيت الكوبايتين كاملين، هضربهم برده كده مع بعض مع الخليط ده، بعد كده ارجع لكم تاني. وهنا حبايبي كده كانت اول كوبايه نشا اختفت معانا، هننزل بالكوبايه الثانيه. شايفين شكلها؟ ادي القوام يعني بص دي تاخدي منه عجينه مضمونه 100%. ادي تاني كوبايه نشا هنحطها. لو انت هتعمل بالمقدار بالظبط يبقى كوبايه ونص بس نشا، لو هتعمل بطيان نص كوبايه بس، مش ولا ازيد من كده ولا اقل من كده. برضه هنضربها ببعض لحد ما يختفوا خالص، وبعد كده ارجع لكم تاني. اهو كده يا حبايبي خلصنا ضرب البيض مع الحاجه كلها. حطينا النشا وحطينا البيض وحطينا الفانيليا وحطينا السكر والسمن. كده عاد هننزل. انا قلت لكم مقدار البطيان كوبايه تاني، هقولهم لكم تاني عشان برضو ما تتهوش. كوبايه سمن للبطيان وكوبايه سكر ونص كوبايه نشا وكوبايتين دقيق ونص معلقه بيكنج باودر. انا عشان عامله 6 بيضات المفروض انزل ب6 كوبايات دقيق، بس طبعا انا مش هنزل بيهم كلهم. ادور كوبايه معايا، هحط 5 كوبايات بس، والسادسه هخليها للاخر، مش هحطها غير شويه شويه عشان ممكن يعني على حسب نوع الدقيق ممكن ما احتاجهاش كلها عشان ما تخنش منه ويبوظ. ادي اول كوبايه، ادي تاني كوبايه معايا. ماشي. ادي تالت كوبايه، ادي حطينا 3، وادي دي الرابعه. نفس الكوبايه اللي كيلت بيها السمن والسكر هي اللي هكيل بيها الدقيق والنشا برضه. ادي كده حطينا كام كده 4، وادي كده الخامسه. الكوبايه السادسه عاد هملاها جنب كده، ولو احتاجتها كلها ماشي، ما احتاجتهاش اخد نصها على حسب نوع الدقيق. بصوا ادي الكوبايه السادسه كده جاهزه جنبي. طبعا احنا قلنا للبطيان نص معلقه بيكنج باودر، انا هحط يعتبر 3 مقادير. ادي اول نص للبطيان. ماشي. وادي النص التاني، وادي النص التالت عشان انا عامله 6 بيضات. ماشي. هي فاضله حته صغيره خالص نحطها خلاص، يعني انا اعتبر خدت تذكره. مش عارفه بعد هتظبط معايا الدنيا ولا لا. وما ننساش برضو ذره الملح الصغير. شايفين يا حبايبي ذره ملح ناعمه، ذره صغيره خالص دي، ولا يعني ولا هتزود ولا هتكتر. ماشي. وبعد كده طبعا دلوقتي هنستعمل ايدينا للعجن. ايدينا مغسوله ونظيفه اهو. متهيالي كده ان احنا هنعوز الكوبايه السادسه، هو المقدار كده يبقى مظبوط. بس انا بصراحه يعني كنت خايفه من نوع الدقيق نفسه، عشان كده ما حبيتش اضيفها كلها مره واحده. ماشي كده زي ما قلت لكم. كوبايتين دقيق وكوبايه سمن وكوبايه سكر ونص كوبايه نشا ونص معلقه بيكنج باودر وذره ملح وفانيليا سايله لو حابين، او فانيليا بودره لو ما فيش السايله براحتكم. الفانيليا طبعا ما لهاش مقدار لان احنا على حسب، يعني ممكن تضيفوا نص معلقه براحتك، تسكرتيا عادي لو بودره. هنا حطيت الكوبايه السادسه. وطبعا عجينه الانجشير مش هتبقى ماسكه نفسها قوي. بصوا يا حبايبي ده كده قوامها مظبوط. طبعا هلم العجينه كلها وارجع لكم تاني بس عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هو كده مقدارها مش محتاج حاجه. انت طبعا على حسب نوع الدقيق اللي عندك، لو حسيت ان هي محتاجه حبه دقيق تاني
ضيفي لها معلقتين كبار دقيق، مش يعني على حسب نوع الدقيق، كل واحد فينا طبعا لما يستعمل نوع يختلف. وعشان بس ما يعني ما تمشيش على المقادير بالظبط وانت شايفه مثلا العجينه طريه، ما تضيفيش مثلا الكوبايه كلها زي ما انا ضفت وانت حاسه ان العجينه تخينه، فاهمين؟ يلا كده هلمها كده معاكم وارجع لكم تاني. كده يا حبايبي خلصت عجن معاكم. لما تختبري العجينه معاكي عشان دي ما تبقى متلزق شويه لازم تغسل ايدك في الاول، عشان هي بصوا يعني هي طريه خالص، شايفين؟ اهو تختبري العجينه وانت ايدك نظيفه بعد ما تغسليها، عشان لو العجينه متهيألك ان هي تبقى طريه، هي لازم تبقى كده. هنطلع دلوقتي طبعا نقطعهم فوق زي ما انتم عارفين في كل الفيديوهات ان الفرن عندي فوق المخبز فوق. دلوقتي انا عجنتهم هنا عشان مضرب الكهرباء، قلت لكم في الفيديو اللي قبل ده القريبه ان ما فيش كهرباء فوق عندي، وعجنتهم تحت عشان المضرب والكهرباء وكده. هطلع دلوقتي اقطعهم فوق واسويهم معاكم قدام الفرن، استنوني. كده يا حبايبي انا طلعت فوق ومشغله الفرن بس عشان اجرب، وقلت لكم اي حاجه تخص المخبوزات الناعمه وكده جربي كحكايتين كده في الاول قبل ما تبدي عشان تقدري تظبطيها في ايدك بدل ما تبوظ المقدار كله. هنا السجانه اللي انا عملت معاها برضه فيكم ناشفه ما فيهاش اي حاجه، مش هنديها بسبب طبعا هو كفايه السمنه اللي فيه. هناخد قطعه كده طبعا الحجم اللي انت عايزاه. انا بسكويت الانجشار انا مش بحب اقطها ولا ادورها ولا اقطعها بمكنه. هي بصوا انا اما كعريمها كعريم كده واحطها وهي ما تفرط نفسها يعني بتاخد الشكل الحلو في على الفرن مع نفسها من غير ما نجي عندها. طبعا الحجم اللي انت عايزاها اكبر تقدر تقطعيها اكبر من كده. بصوا حاولي بس تظبط ايدك ان كلهم يبقوا حجم واحد عشان لما تيجي تلزقيهم يبقوا قد بعض. اهو انا مشغله الفرن من اول ما طلعت بس عشان اشوف العجينه مظبوطه ولا لا. لو فرشت معانا نحط لها حبه دقيق تاني، ما فرشتش يبقى كده نقطع على طول. ايه يا ماما؟ تعالي بس اوريكم كده. بصوا يا حبايبي انا عاملاهم تعالي كده عشان الاضاءه. انا عاملاهم كده دوائر عاديه خالص، هدخلهم الفرن بس ياخدوا الشكل الطبيعي وهشوف هتفرش معايا جوه ولا لا، وبعد كده ارجع لكم تاني هنسوي. كده يا حبايبي بعد ما استووا شايفين واخدين ولا هم فرطوا قوي ولا هم يعني بصوا كده الحجم المناسب، خدوا شكل كده حلو. وادي السوا بتاعهم من تحت اهو، يا رب يكون واضح في الكاميرا عشان الاضاءه عندنا خلاص اللي قرب يلاقوا مفيش نور فوق، شايفين؟ وادي الشكل النهائي بتاعهم وخفاف ريشه. بصي احلى شكل يعني واخدين شكل كده منهم فيهم، شايفين؟ هم لسه سخنين طبعا وطالعين زي بعض. بصوا ده حجمهم كده. طبعا انت عايزه تصغريه اكتر من كده عايزه تكبريه اكتر من كده فدي براحتك وترجع لك. هكمل عاد تقطيع الكميه كلها معاكم كده انا اطمنت عليها وارجع لكم تاني بعد ما اخلص تقطيع. كده يا حبايبي قطعت الكميه كلها معاكم زي ما انتم شايفين. انا دورتها دوير بس وهي ما تاخد الشكل الطبيعي على الفرن اها، شايفين؟ طبعا حاولي توحدي ايدك ان هي تكون القطعه كلها واحد. شايفين عملوا معايا كميه حلوه خالص. طبعا دلوقتي انا مشغله الفرن معاكم. هنا كنت حاولت يعني قلت اجرب بطيت شويه كده في الاخر لقيت منظرهم مش حلو، هيبقوا كبار هيفرطوا قوي فرجعت تاني كله عملته بنفس اللي كنت مجرباه اللي شويه اللي جربتهم قدامكم في اول السوا قبل ما نقطع الكميه كلها. وده شكلهم كده ودي الكميه اللي اتعملت معانا. انا مشغله الفرن دلوقتي فوق وتحت هسويهم كلهم وهرجع لكم تاني. معلش على الاضاءه انا مشغله الفلاش بس عشان خلاص يعني بصوا الدنيا عتمت عندنا خالص يعني ما فيش اضاءه في الغرفه اللي انا فيها عشان ما عنديش كهرباء فوق. هخلصهم كده سوا وارجع لكم تاني. بس اللي وصل معايا لحد هنا يا حبايبي ما ينسانيش في الاشتراك وفي اللايك وما تنسوش تكتبوا لي تعليق حلو وقولوا لي رايكم الطريقه دي سهله ولا لا، ولو في عندكم اي ملحوظه فيدوني بيها واستنوني عاد لما اسويهم كلهم واطلعهم واوريهم لكم. كده يا حبايبي سويت الكميه كلها معايا والمقدار طلع شويه حلوين. طبعا لسه ما لزقناش بس مستنيهم يهدوا شويه هم يعني يعتبر بردوا بس لسه برضه شايفين السوا بتاعهم من تحت ومن فوق شكلهم روعه. طبعا يعني بصوا عم يتكلموا عن نفسهم. طبعا في حاجات وسط وفي حاجات كبيره لان ماسك انا مقطع معايا هوايه عندي على فكره انا مش هقول له اعمل يعني. شايفين شكلهم كده هم لسه دافيين برضه وهستناهم لما يبردوا خالص وهنشكلهم عاد مع بعض ونلزقهم كويس خالص. المقدار ما خدش معانا وقت خالص ونتيجته حلوه قوي وخفيف. بصوا يعني ولا كانك ماسكه حاجه في ايدك اصلا. كبرت عن كده ماشي صغرت ماشي دي حاجه براحتك. شايفين الكميه اللي طلعت معانا في المقدار؟ شايفين شكلهم روعه والمقدار مظبوط بالشعره.
كده بس انا هسيبهم يبردوا، واتمنى برضو يكون الفيديو عجبكم، وما تنسونيش في الاشتراك واللايك. انا كل مره اقولهم لكم استحملوا صداع معلش. هخلص بس كده يبردوا وهشكلهم وارجع اوريهم لكم. انا مشكل بمربى مشمش وهنزل مع بعضنا كده بجزر هند وبحاجات تاني، وهوريكم بعد ما اخلص المقدار ده كله نزينه وارجع اوريه لكم. استنوني. كده يا حبايبي، معلش على الاضاءه دلوقتي حاليا النور قاطع، فعشان كده شغاله باضاءه الكشاف بتاع التليفون. دلوقتي هنزين معاكم. طبعا التشكيل يا حبايبي زي ما انت عايزين، يعني بصي اللي موجود عندك. هنجي اتنين كده زي بعض، انا هوريكم بس اللي شايفين شكلهم. هنحط مربى، وطبعا افضل نوع مربى المشمش، بس اهم حاجه المربى اللي تختاريها تكون مربى ناعمه، ما يكونش فيها بذور ولا حاجه، عشان هي تمسك معاكي صح. هنحط جزء كده صغير، وهنضغط عليها ضغطه كده صغيره خالص. شايفين اللي طلع من على الجنب دي زوايد طبعا هنشيلها اهو بالمعلقه كده، قرب مثلا اهو يا حبايبي كده. بصوا هو اصلا مش مستحمل ايدي. وهنا هننزل في الفورمسيلا الالوان دي. طبعا التشكيل ده على حسب ما تختار، يعني انت دي حاجه تبع ذوقكم. شايفين؟ حطها كده. هعمل لكم واحده تاني بجوز الهند. اهو يا حبايبي كده. مش عايزه ادوس فيها عشان ما تتكسرش، لان مش لما تحمل. بصوا دي هشيل احطها كده فيها في جوز الهند معانا اهو. بصوا شكلها. هنعمل واحده تاني معاكم. النور لسه قاطع دلوقتي، قلت بدل ما استنى لبكره. يعني بعد ما خلصتهم كده كان عندنا ميعاد عند الدكتور بتاع باتريك، فعادة يعني. ورحنا بيه وجيت قلت خلاص حيت النور قطع مش هكسل وهعملهم. بصراحة هما باتريك وروبن نايمين، وماسيو بس اللي قاعد سهران معايا. ماسيو يا جماعة هو اللي قال لي يا ماما تعالي نلزقهم مع بعض واسهر معاكي. بصوا يا حبايبي عشان ما اطولش عليكم، هخلص الكميه كلها وبعد كده هرجع لكم تاني. ده شكل كده اللي عملناهم اهو. شايفين حجمهم؟ طبعا الحجم دي حسب التقطيع اللي احنا هنقطعها. هخلص الكميه كلها وارجع لكم تاني اهو. كده يا حبايبي خلصت الكميه كلها. شايفين؟ ده شكلها. طبعا التزيين زي ما انت عايزه، بس الفرمستيلا الصغيره اللي زي كده المدوره انضف 100 مره من اللي هي المطوله طول. المطوله طول لما تقع مش هتعرفي تلزقيها. طبعا ده التزيين يعني هو مرضية الأطفال مش أكتر. عملت شوية بجوز الهند وعملت شوية بالفرماسيل الألوان. طبعا دي اختيار براحتكم. ودي كانت الكمية كلها معانا. شايفين عاملين كمية حلوة، يعني انتوا بس ملاحظين كده في الفيديو ان الكمية قليلة، بس هي فعلا كبيرة يعني. اللي وصل معايا حبايبي لحد هنا. كده خلصنا الفيديو. وبرضه حابة اقول لكم اللي مش مشترك واول مره يشوف فيديو يشترك. و... وانا راضيه باي نصيحه من عندكم واي تعليق. انا مستنيه ارائكم كلكم. وما تنسونيش في اللايك. واتمنى يكون الفيديو خفيف على قلبكم وما كنتش صدعتكم معايا، وتكون الطريقه عجبتكم. واكتبوا لي في التعليقات اللي الطريقه عجباكم ولا لا. ودلوقتي اقدر اقول لكم سلام اهو. سلام يا حبايبي.